انا شفت شيف ايطالي صغير سنه ما يعديش ال10 سنين عمل العجينة دي في البيت. طبعا عرفتوا ايه اشهر حاجة في ايطاليا. قلت بس يعني اللي عنده 10 سنين ده هيعملها في البيت وانا لأ، لا انا لازم اعملها انا كمان. وقمت عاملة المكرونة في البيت وعملت منها اللازانيا. سهلة جدا وبسيطة وطعمها لذيذة بشكل هتعرفوا ان احنا اللي بنشتريها من بره دي مش مخدومة ولا فيها اي حاجة مفيدة لينا بصراحة. ومكوناتها هما 2 بس، دقيق وبيض. كل 100 جرام من الدقيق عليه 3 بيض، عليه بيضة واحدة. انا استخدمت 300 جرام من الدقيق عليهم 3 بيضات. يفضل البيض يبقى كبير عشان ما تحتاجيش اي سوائل فيها. بس خلاص هتعجنيها وتلمي العجينة بتاعتك. انا فضلت اعجن فيها لحد ما العجينة بتاعتي لمت. وفي الاخر خالص حسيت ان العجينة لسه مفرولة، حطيت معلقة مية بالظبط على ايدي ولميت بيها بس. وخلاص كده العجينة خلصت. هلفها بستريتش وهسيبها على جنب ترتاح كده علشان تبقى سهلة معايا في التقطيع. وهبدأ اجهز بقى اللحمة المفرومة والحشوة بتاعت اللازانيا. جبت بصلاية وسط وقطعتها مكعبات صغيرة، وجبت جزراية برضو وقطعتها مكعبات صغيرة. لو عندك كرفس تقدري تستخدمي العيدان بتاعه برضو، يعني عودين 3 مش كتير. او لو البصل الاخضر العيدان الخضرة بتاعته. بس كده جبت طاسة بقى حطيت فيها شوية من زيت الزيتون. اول ما بدأ يدفى معايا نزلت عليهم بالبصل والجزر لحد ما دبل معايا بالشكل ده كده. نزلت عليهم باللحمة المفرومة نص كيلو. قلبتها لحد ما اللحمة فرفرت معايا خالص كده، ونزلت عليها بقى بمعلقة كبيرة من الصلصة وربع كوباية من المية. قلبت كل ده مع بعضه لحد ما بقت معايا مظبوطة بالشكل ده كده. خلاص هنا بقى هجهز البشاميل بتاعي. لتر من الحليب على البارد بقى كله، لا هيكلكع معاكي ولا هيبوظ معاكي. لتر من الحليب عليه معلقتين كبار من الدقيق. قلبيهم لحد ما الدقيق بتاعهم يدوب خالص، وبعد كده تبدأي ترفعيه على النار. الطريقة دي في البشاميل بتخليه معاكي مفيش فيه اي كلكوعة وسايل ومظبوط جدا. عندي هنا اللحمة المفرومة بتاعتي بقى هتبلها كده بملح وفلفل اسمر. لو عندك ريحان اخضر تقدري تحطيه، انا كان عندي مجفف استخدمت شوية مع شوية بهارات. وبس كده خلاص. حطها على جنب بقى. وحطيت البشاميل بتاعتي شوية كده من الجبنة الموتزاريلا، بتديها مطة حلوة وبتخليها طعمها لذيذ وغنية كده. بس خلاص. واحط لها بقى ملح وفلفل اسود. ولو عايزة تحطي رشة قرفة، انا بحب البشاميل اللي فيه قرفة قوي. رشة خفيفة كده بتديله طعم جميل وما بتبانش طعمها فيها انها قرفة. هو ده القوام بتاعي. خلاص العجينة بتاعتي ارتاحت. هحطها في القالب ده انا جبته قدامي علشان افرد العجينة على مقاسها. طبعا بقى لو عندك بقى مكنة العجين بتاع المكرونة دي، الفرادة دي هتبقى جميلة قوي معاكي وهتنجز معاكي في ثواني. بس انا عملتها بالنشابة. فضلت افرد فيها لحد ما اتفردت معايا خالص. حسيت انها كده على المقاس مظبوط. الصراحة بقى مرضتش اساوي الاطراف ولا ان انا اخليها مظبوطة. قلت للاطراف اللي هشيلها دي لو شلتها هرميها مش هستخدمها. فكده كده كله هيتحط عليه بشاميل ومش هيبان. مية مغلية بقى ونزلت طبقتين طبقتين كده. وكل ما طبقة تتسلق افردها اطلعها وافردها على الرخامة كده لحد ما تبرد. جبت القارب بتاعي حطيت طبقة من البشاميل اللي تحت. وبعد كده استخدمت بقى الطبقات بتاع المكرونة. لحمة. وارش رشة بشاميل مع رشة موتزاريلا. اللي انت عايزاه بقى يعني براحتك. مش عايزة تحطي بشاميل في النص، بس البشاميل بيخليها جوسي جدا وجميلة وطرية كده وبتبظ زي ما احنا بنحب. ورشة جبنة. وهكذا بقى كملت بقية الطبقات بالشكل ده. بشاميل، لحمة، موتزاريلا، بالترتيب اللي تحبيه. بجد المكرونة طلعت لذيذة جدا بجد، لازم تجربوها. هفرح جدا لو جربتوها وانتوا كمان هتعجبكم. وفعلا المكنة دي لو عندكم هتسهل عليكم كتير جدا، لان العجينة بتاعتها بتبقى قاسية شوية ما بتبقاش طرية. هنا كانت اخر طبقة معايا حطيتها بقى
لا لسه طبقة، الطبقة دي كانت شيبة، مخليه اخر طبقة خالص الناعمة ومفرودة ومظبوطة هي اللي على الوش. ايوه دي. بس خلاص بقى، حطي بشاميلك بقى وحطي الموتزاريلا بتاعك. انا حسيت ان الاطراف بتاعتها لما احط البشاميل هتعدي بره الصينيه، فقلت بس اما اشيل إيه حته من الاطراف بتاعتها بحيث انها ما توقعليش البشاميل بره. وطبعا مسخنه الفرن على درجه الحراره بتاعته 180، وحطيتها في الرف الوسطاني لحد ما بقبقت بقى كده، ولعت عليها الشوايه خدت لون خفيف، وطفيت عليها وسبتها تبقبق شويه في قلب الفرن. طلعت معايا بالجمال ده، مستوية جدا وريحتها تجنن، والمكرونة طعمها لذيذ غير اللي بنشتريها. طبعا اللي بنشتريها زي ما قلت لكم هي كبرها مية ودقيق بس، انما لما عملتها في البيت غنية بالبيض وطعمها مميز، طعمها مختلف بجد، هتحس بالاختلاف فيها. سبتها بقى بردت كده شوية علشان اقدر ان انا اطلعها القطعة بتاعها بقطعتها. الطبقات بتاعتها جميلة ومظبوطة. طبعا سعر المكرونة اللازانيا، علبة المكرونة اللازانيا سعرها مختلف عن سعر المكرونة العادي، طبعا سعرها اعلى كتير. فان انت تعمليها في البيت، في ناس كتير ما بترضاش تشتريها مثلا عشان العلبة بتاعتها بتبقى غالية. ان انت تعمليها في البيت بجد هتوفر معاكي كتير. طعمها تجنن ودايبة دوب ومستوية، خطيرة. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان توصلك كل وصفاتي، وتقولي بتشوفونا منين. ولو شفت الفيديو للآخر شكرا ليكم.